مساء الخير ومرحبا بكم. اشنو ممكن تحلل في ماتش تاع بن رشيد وتاع الوداد الرياضي؟ الحقيقه والو، ما كاين والو، ولكن ممكن تخرج بعض الخلاصات. وفي النهايه غادي نقولوا اللي هو المهم والاهم بالنسبه للجمهور الودادي. لكن اهم الخلاصات ديال المباراه اليوم، بما ان اللي كيقودها هو مساعد المدرب، هو غياب جبران. بمعنى ان المساعد المدرب في القناعه ديالو جبران غير مقنع بالنسبه ليه، وكان البنزرتي مقتنع بجبران. اذا بالنسبه لينا كان مشكل او اختلاف بين المساعد وبين المدرب، وتيبين بانه جبران كان مشكله حقيقيه في وسط الميدان. اليوم تم التعويض ديالو بصغار، لكن لا جديد، لان المشكله في الوداد الرياضي ولات ذهنيه اكثر منها فنيه وتكتيكيه بالنسبه ليا. وباش نعطيكم المثال النقيض، زعما العكس تاع الوداد، باش تعرفوا الحاله اللي فيها الوداد الرياضي. مثلا ناخذوا فرقه باير ليفركوزن في المانيا، اللي هي ماشي احسن فرقه من الناحيه الفنيه في اوروبا، لكن كتربح. مجاعة الفرق في ألمانيا كلهم ضعاف، لكن الفرقة ولات عندها واحد القوة ذهنية، بحيث أنه انتصار مورا انتصار كيجيبوا انتصارات متتالية. وهذا اللي خلاهم حتى في اللحظات الصعيبة كيربحوا، والحظ كيعاونهم، لأن الحظ باش يعاونك خصك تكون كتحاول بزاف على المرمى. في حين الوداد الرياضي ولات عنده هشاشة نفسية، ولاو اللاعبين تقريبا كأنهم نوعا ما من الموظفين، تيجيو تيأديو التدريب ديالهم، تيمشوا لديورهم مع وليداتهم الله يعاونهم، ثم تيجيو نهار المباراة كيأديو المباراة. ما تيهمهمش مستقبل الوداد، مصير هذه الفرقة هذه، سواء احتلت المرتبة الأولى أو المرتبة العاشرة أو حتى المرتبة الأخيرة. وهذه هي العقلية اللي للأسف اللي ولات في الوداد الرياضي. والسبب في هذه العقلية واللي هو الأهم في هذا الفيديو هو أنه حتى لدابا ما كاينش رئيس في الوداد الرياضي، رئيس مؤقت. ما كاينش مدرب بالنسبة للوداد الرياضي. وكتلاحظوا ملاحظة مهمة في السكواد اليوم، أنه ما كاينش حتى الاعتماد على اللاعبين الأمل. هنا كيبين لك أن حتى التكوين في الوداد الرياضي ضعيف. وللأسف رغم الانتصارات والإنجازات المتتالية في عهد الناصري، إلا أن الفرقة كانت بحال مزوقة من برا ولكن مخوخة من الداخل. كانت خاربة من الداخل، مزوقة من برا فري، كما كنقولوا التوجيهة. العناصر الأساسية في الفريق الأول كاينين، المدرب كاين ما خدمش كنبدلوه، كاينين الفلوس، ولكن بعد ذلك ما كاينش التكوين. وهذا اللي كيخلي الوداد اليوم ما عندوش لاعبين قادرين يهزوا الفرقه. اللاعبين اللي كاينين حاليا اغلبهم نوعا ما من الموظفين، وما عندوش ناس في الامل اللعابه عندهم الغيره على الفرقه اللي غادي يطلعهم ممكن يقضوا الغرض في بحال هذه المباريات هذو. للاسف الفرقه ولات هشه نفسيا، ما قدرش تنتصر. وهذه مشكله كبيره كاينه في الوداد الرياضي هذا الموسم. في الاعتقاد ديالي حتى المركز المؤهل للكاف ما غاديش يكون هذا العام. للاسف غادي يكون موسم من أسوأ المواسم في تاريخ الوداد الرياضي. رغم ان ملي كتشوف السميات اللي كاينين كلاعبين في الوداد، كتحس بانه سميات قادرين يعطيو بزاف لو مثلا تعطاتهم ظروف معينه. ولهذا اليوم ما خصش حتى شي صوت يكون فوق الصوت تاع الجمع العام، معرفه الرئيس شكون هو الرئيس نهار 28 مارس اللي غادي يقود الوداد الرياضي. ثم بغينا مدرب، ماشي مدرب قديم بحال الحديث على رمزي او البنزرتي او غير من المدربين اللي فاتوا على الوداد الرياضي. بغينا مدرب حقيقي، مدرب قادر يعطي الوداد. وكنعتقد كاينين بزاف لي بروفيل. سمعت انا كيروش، كاين بزاف ديال مثلا كيروش مدرب ممتاز ومحترم. كاين بزاف لي بروفيل اللي ممكن الوداد الرياضي يستعن بهم، شريطه انه نصفي كما كنقولوا النيه. والنهار 28 مارس تعطى الامور تكون واضحه في الوداد الرياضي من الناحيه الماليه، من الناحيه ايضا الفنيه والتكتيكيه. نتعرفوا على المدرب في القريب العاجل ان شاء الله، ونعرفوا الرئيس، ومن بعد نمشيو للقدام. لانه هذا الشيء اللي كنشوفوا اليوم مجرد لاعبين بحال كاينين في شي مؤسسه ما كيحكمها حد، ولهذا تيديروا داكشي اللي بغاو. كيدخلوا سواء ربحوا ولا خسروا ولا تعادلوا، فبالنسبه لهم زي النقص، يعني ما تيهمهمش الامر، لان ما كاينش اللي كيحكم فيهم، وما كاينش اللي كيقول لهم شنو هادشي كديروا وانكم كضروا مصلحه النادي. لا، عادي جدا، سواء خسر هو ولا ربح ولا شنو غادي يخسر بالنسبه لي. ما كاينش اللي كيقود السفينه، وملي ما كاينش اللي كيقود السفينه فكتكون الفوضى. وهذه هي نتيجه الفوضى في الوداد الرياضي. تعادل مع برشيد، ثم تعادل كيتم بعد تعادلات وهزيمه، لدرجه وليتي كتبقيتيش عارف الوداد اش من مركز كتحتل. هادشي اللي عندي اليوم. نتمناو يتصلح الحال في الايام المقبله، نتمناو هادشي. شكرا، السلام عليكم.